السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هدمس معاكم شوية فول حلوين جدا للسحور. يلا بينا نشوف الخطوات. اول حاجة جبت نص كيلو من الفول، اي فول عندك، مش لازم فول معين. تمام كده، بتنقيه كويس وبتنقي اي حاجة فيه مش كويسة خلاص، وبتغسليه كويس تحت الحنفية، وبعد كده بتنقعيه لمدة ليلة كاملة. عشان تاخدي حباية فول مهرية كده وحلوة جدا، متاخدش وقت معاكي في السوا. خلاص، انا نقعته كده لمدة ليلة كاملة لحد ما الحباية عندي ابتدت ان هي تتفتح بالشكل ده، وابتديت ان انا اصفي المية اللي فيه، وبعدين بشطفه شطفة كده تحت الحنفية، وبعدين بروح منزلاه في حلة. خلاص، لو عايزة تحطيه في دماسة براحتك خالص، بس انا عملته في الحلة، يعني دمسته في الحلة. تمام. اهم حاجة في الفول ان انتي تزوديه مية سخنة. خلاص كده، مية مغلية، ما تحطلوش مية باردة عشان ما ياخدش وقت معاكي في السوا، والحباية ما تبقاش طعمها حلو. تمام. اول غلوة بتاخد معانا، يعني اول غلوة كده، وبعد كده بقى بتهدي النار عليه وتسيبيه بقى براحته خالص لحد ما يستوي معاكي تماما، ويبقى عامل زي الكهرمان بالظبط. المية تبقى شبه الفولاية بالظبط، يعني عايزة اقول لكم الكاميرا والله ظلماه. تمام. عندي بقى ايه للفول عشان يطلع معايا حلو وزي بتاع المحلات بالظبط؟ عندي كوباية من الفول المدشوش، عندي كوباية من العدس، عندي كمان جزراية مبشورة، وعندي ليمونة كاملة انا عصراها. تمام كده، حطيت كل ده على النار، بس اهم حاجة لازم تشيلي الريم اللي بيطلع من الفول عشان تاخدي حباية فول بالشكل ده. بصوا تحفة جدا. طبعا انا بسيبه بقى مدة براحته خالص ان هو يستوي، وما تستعجليش عليه عشان تلاقي المية بتاعته كده زي اللي انتي بتشتريها من بره بالظبط، ولا حطيت عليه نشا ولا حطيت عليه دقيق ولا حطيت عليه اي حاجة. تمسكي الفولاية كده بتدوسي عليها بتلاقيها استوت. بتسيبيه بقى لحد ما يبرد تماما، وبعد كده بتفرزيه في الفريزر.